السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أنا أحمد أبو زينة ويلا بينا فيديو جديد في سلسلة جديدة بعنوان من صفر للمليون. هنتكلم فيها عن 4 محاور رئيسية في 4 فيديوهات. أولا كده خلينا نتكلم عن خرافات البيزنس اللي دماغنا اتغسلت فيها، حاجة بجد واقع مر جدا وإحصائيات هتصدمنا جامد. يعني أنت فاكر إنك هتبقى مليونير من غير ما تتعلم. أحب أقول لك سيد الطموح 90% من المشاريع بتفشل في السنة الأولى بس، وده مش كلامي، ده كلام إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية لعام 2021. هي اسمها Small Business Administration. خليني اقول لك على 3 كدبات انت مصدقها عن البيزنس وكلها هتخليك تفشل. واحد يقول لك انت مش محتاج راس مال كبير، ده انت دماغك المظات. احب اقول لك سيدي الفاضل ان 78% من المشاريع الناشئه بتفشل بسبب نقص التمويل. ودي كانت دراسه عملتها منصه تحليل بيانات الشركات الناشئه سي بي انسايت، كانت في 2019 بعنوان اهم 20 سبب لفشل الشركات الناشئه. انت متخيل ان جيف بيزوس اللي اسس امازون بدا من غير فلوس؟ احب اقول لك انه كان عنده 300 الف دولار قرض من اهله. انت بقى يا عزيزي معاك كام عشان تبدا بيه؟ النقطه الثانيه، انك تقول لنفسك او حد يقول لك انا هشتغل ساعتين بس واعرف اكسب. احب اقول لك يا عزيزي ان 62% من رواد الاعمال بيشتغلوا اكتر من 50 ساعه اسبوعيا. ده حسب تقرير اتعمل في استطلاع معهد جالوب 2017. يا عزيزي البيزنس مش لعبه. حتى ايلون ماسك بيقول ان الناس اللي بتشتغل 4 ساعات دول مش رجال اعمال، دول موظفين فاشلين. يا راجل، وطبعا واحد زي ايلون ماسك ده يصدق لان هو راجل ناجح. لو انت عاوز تعرف سر البيزنس الحقيقي هتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه، بس ما تتوقعش انه هيبقى سهل، حاجه صعبه جدا على فكره. النقطه الثالثه، انك تقول لنفسك او حد يقول لك او تقنع نفسك او حد يقنعك ان السوق فاضي ومفيش منافسه. احب اقول لك ايها الشاب الطموح ان 42% من المشاريع بتفشل عشان مفيش طلب على المنتج، لانك بتتفاجئ بعد كده ان السوق مليان من منتجات. وده حسب كلام منصه فيلوري وهي متخصصه في تحليل فشل الشركات الناشئه. ولذلك ابشرك، انت لو بدات مشروع من غير ما تدرس السوق يبقى ال 42% دول هيزيدوا ويقعوا. ده يرضيك يعني؟ لو انت عاوز تكمل الرحله دي من الفشل للفلوس اشترك في القناه دلوقتي، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هيكون عن اكبر 3 اخطاء في دراسه السوق. دي حاجه هتساعدك جامد جدا انك تدرس السوق صح. وكمان هاقول لك على سر إنقاذ مشروعك من الإفلاس، يعني هاحاول إن أنا أخلّيك في بَر الأمان. وبس كده يا سيدي، المصادر كلّها هتلاقيها تحت في الوصف. اعمل اشتراك في القناة واعمل share عشان غيرك يستفيد. سلام.